متتبعي قناة ماروك كولتوريزم، السلام عليكم. صادف هذا اليوم المبارك من شهر رمضان ذكرى وفاة الملك الراحل محمد الخامس، وعلى إثر هذه المناسبة انتقلت مجموعة من القيادات السياسية والأمنية، أبرزها رئيس الحكومة عز أخنوش، عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والجنرال كوردارمي حرمو. كل هذه الشخصيات حضرت مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وولي عهده المولى حسن، وكذلك الأمير المولى رشيد، من أجل الترحم على قبر فقيد الأمة واستحضار مواقفه البارزة في التاريخ، بحيث كان له دور فعال بالمشاركة مع الحركة الوطنية في نيل الاستقلال. هذا ما جاء على لسان نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ويعتبر كذلك هو المؤسس التاريخ الحديث للأمة المغربية. رحم الله الفقيدين محمد الخامس